يا راجل ده شوقي السعيد. شوقي السعيد اتكلم. شوقي السعيد اللي هو من اكتر الناس اللي قالوها علنا كده انا بكره النادي الاهلي اتكلم وما طبلش في الموضوع دوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد على قناة اليوتيوب ومعاكم أكبر بائس محلي محروم مديون بطل الدوري والكاس 2021 راموس الغلابة. قبل أي حاجة اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 مشاهدة و3000 لايك. معانا النهارده اخبار كتيره جدا ومهمه جدا. في بدايه الحلقه بس حابب اشكر محمد الدهشان في حاجه، ان هو اول واحد فعلا يتكلم ويقول ان تريزيجيه الاهلي بيفكر فيه حتى لو ما حصلش، لكن ان يوتيوبر ملوش علاقات، ما يعني واحد عادي مش من ضمن المجال، مش ملوش صحفيين اصحابه ويجيب خبر زي ده، فدي حاجة كويسة جدا له. ان بعد كده الصحف تتكلم على ان فعلا في خبر ان الاهلي بيفكر ان هو يتعاقد مع تريزيجيه، فدي حاجة كويسة جدا انا بهنيه عليها بصراحة، ويعتبر سبق صحفي. النقطة اللي هنتكلم فيها والأخبار اللي هنتكلم فيها طبعا رحيل سامسون، ورئيس نادي الزمالك في مؤتمر الرعاية بيقول لشيكابالا بحبك لما بتتشتم. أنت متخيل؟ بيقول له يا كيدهم، معرفش كيد مين وليه، بحبك لما بتتشتم. يعني حاجة غريبة وملهاش أي لازمة. وتصريح شوقي السعيد وتصريح خطير جدا لشبانة. خلينا نبدأ بتصريح شوقي السعيد. شوقي السعيد بيقول لو انا مكان فتوح مش هكمل في الزمالك، مفيش حد يقبل على نفسه كده، وانا مش عارف عبد الله جمعه اعتذر ليه وعن ايه. يعني حاجه غريبه، حاجه غريبه جدا ان حد يقبل على نفسه الطريقه دي. لكن انا قلت لكم ان عبد الله جمعه حبيس الدكه، ويوم ما يطلع من الزمالك اكبر فرقه ممكن يروحها البنك الاهلي، فاركو، الفرق اللي تحت وسط الجدول دي، الاسماعيلي مثلا. انا اسف بس الاسماعيلي ده اكبر فريق ممكن يروحوا في الظروف اللي الاسماعيلي فيها ديت. عشان كده اعتذر. انما فتوح لعيب، احسن لاعب في مركزه في مصر وافريقيا. عروض احتراف كتير جدا قدامه، زي ما قلت لكم لو فسخ عقده مع النادي الزمالك سهل جدا انه يكون في النادي الاهلي. طيب خلينا ناخد الخبر ده وبعد كده نرجع لقصة فتوح. الزمالك يبدأ تسويق سامسون من أجل الرحيل. يا جماعة، وانا مش لما قلت سامسون صفقة فاشلة الزملكاويه قالوا ان انا متزملك؟ نادي الزمالك متزملك برضه ولا ايه؟ يا جدعان اللاعب بيبان من اللمسة. اسمعوا كلام انا يا جماعة. انا اول واحد هاجمت سواريز. انا الزملكاويه اللي بيقولوا ان انا ما بهاجمش الاهلي، انا اول واحد هاجمته وانتقدت سواريز وقلت عليه فاشل. انا اول واحد هاجمت سافيو وقلت عليه فاشل وما زلت بقول انه فاشل. انا اول واحد اهو افتكروا كلامي ههاجم او مش ههاجم صفقة الظهير الايمن عبد الفتاح اللي هو جاي من سموحة، ملهاش اي لازمة، لان انت جايب واحد مش اعلى من اللي عندك، عمره ما هيقعد محمد هاني في اسوأ مستوياته. غير كده ماذا قدم الظهير الايمن لسموحة علشان يجي النادي الاهلي؟ انا شايفه لاعب عادي جدا. انا شايف مروان حمدي لو لعب باك يمين ممكن يأدي، مروان عطية لو لعب باك يمين ممكن يأدي افضل من هاني وافضل من عبد الفتاح. ده رأيي الشخصي، الواحد اللي شايفه بيقوله من غير ما حد يأثر عليه. طيب نيجي بقى لخبر عاجل. استاذ حازم خميس رئيس منظمة مكافحة المنشطات عبر قناة ETC بيقول لك ايه بقى؟ السبب الرئيسي وراء طلب المنظمة اجراء اختبار منشطات على احمد فتوح وعبد الله جمعة بعد طبعا تصريحات رئيس نادي الزمالك ضدهم مؤخرا، ولسنا طرف ضد اي نادي او اي لاعب، فنحن نحصل على العينات بطريقة عشوائية. يعني احنا المفروض بنحصل على العينات بطريقة عشوائية، بنخش النادي كده عايزين نحلل لده وده. لكن اللي خلاهم يركزوا على فتوح وعبد الله جمعه هو تصريحات رئيس نادي. رئيس النادي بيتهم لاعبيه يبقى المنظمه هتفضل ساكته؟ طيب طبعا في فيديو لرئيس نادي الزمالك هعرضه لكم دلوقتي، وهو بيقول لشيكابالا بحبك لما بتتشتم ويا كيدهم. فين شيكابالا؟ يا كيدهم يا افرح لما بتتشتم. لا والله بقول لك شيكابالا اتقفش بياكل فسيخ. كان عندك تاكل فسيخ؟ انت عارف
عارفين دلوقتي عاملين بوليس الفسيخ. طبعا انتوا شفتوا الفيديو. انا اول حاجه بس عايز اعرفها كيدهم ليه، يعني معلش في الكلمه اكيد قصدك على الاهلي، كيد الاهلي ليه؟ شيكابالا كل ما بيسجل في الاهلي الاهلي بيكسب او بيتعادل، دي نمره واحد. نمره اتنين، شيكابالا بيلعب بقاله قد ايه ما سجلش في الاهلي غير 4 أو 5 اهداف، يعني شريف قرب منه. دي الحاجة التانية. تالت حاجة، شيكابالا عمره ما حرم الأهلي من بطولة ولا من كاس ولا من سوبر ولا من دوري ولا من أفريقيا، فهيبقى كايدهم ليه؟ شيكابالا لو أسطورة فهو أسطورة بالنسبة لي أنا كزملكاوي، ما بحطوش في مقارنة مع حد لأنه ما يتحطش مع بركات أو أبو تريكة، لأنهم هيكتسحوا بالبطولات وبالأرقام ومع المنتخب ومع الأهلي. لكن أنا بالنسبة لي أنا شخصيا أسطورة ليا أنا بالنسبة لي. فملهاش لازمه الكلام ده، ووسط الناس دي كلها اقول له بحبك لما بتتشتم حتى لو بالهزار، ملهاش اي لازمه. طيب نرجع لقصه فتوح. حد سأل نفسه اشمعنى فتوح وعبد الله جمعه، اشمعنى دول بالذات اللي حصلت عليهم الضجه دي، رغم ان في تصريح لكذا حد على قنوات رياضيه ان معظم اللعيبه بتاخد حاجه اسمها الصنص. صنص ده حاجه زي منشطه كده، او حاجه زي بتديك باور، هي مش مدرجه لسه على المنشطات، لكنها حاجه كده منتشره قوي. كل اللعيبه، في لعيبه كتير قوي، اهلي زمالك اسماعيل كله، في ناس كتيره قوي بتاخد الحاجه ديت. لكن اشمعنى التركيز جه على فتوح وعبد الله جمعه؟ هل فعلا لان هم هربوا من المنشطات وهربوا من التحليل؟ لا، القصه في تصريح الخطير للاستاذ محمد شبانه. قال لك ايه بقى استاذ محمد شبانه؟ معقول كل اللي بيحصل مع فتوح في الزمالك ده عشان رد على حد وقال له انا كمان معايا صور ليك لاماكن بتسهر فيها؟ خلاص، خلصت القصة ووضحت. خلصت القصة ووضحت القصة، وكلكم عارفين أنا قصدي إيه. كلكم عارفين القصة كلها إن عبد الله جمعة وفتوح فعلا في الآونة الأخيرة بدأوا يسهروا الكلام ده. عشان الناس اللي بتقول لك كهربا بس اللي بيسهر، يا جدعان في لعيبة كتيرة بتسهر. فعبد الله جمعة اعتذر، وفعلا شفنا فيديوهات لعبد الله جمعة ورقص والكلام دوت ومهرجانات، وبدأ يخرج مش هو ده عبد الله جمعة الملتزم. وفتوح نفس الكلام، له كذا صورة مسربة على شواطئ الساحل في كافيهات، معرفش ده كباريه ولا كافيه ولا كده، بس الصور مش مظبوط، تحس ان هي في وقت متأخر عموما. فهددهم او قال لهم هيخصم، واحد في شخص قال لهم هخصم من مرتباتكم وانتوا ليكوا صور، انا ليا معاكوا الصور وانتوا في اماكن مشبوهه او اماكن سهرانين فيها. فرد عليه فتوح، بس اللي رد عليه قال له وانا كمان معايا ليك صور في نفس الاماكن اللي احنا بنقعد فيها. يعني اقر ان هو بيقعد في الاماكن دي، واقر ان اللي عايز يقول له ما تقعدش في الاماكن دي هو كمان بيقعد في الاماكن دي. طبعا كلكم عرفتوا القصه وضحت ازاي. دي الخلاصه، ودي الله اعلم حقيقه ولا لا، لكن ده الاقرب للحقيقه، هي دي القصه. عشان كده تركز على احمد فتوح فقط، اللي في طريقه ان هو يفسخ عقده، لانه الدليل على كده تاني ميران للزمالك يجيب عليه على التوالي من ساعه المشكله. بس كده، ده كان فيديو النهارده. قبل اي حاجه، اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل لكل جديد، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 مشاهده و3000 لايك. السلام عليكم.